ويتحركوا ليه؟ عشان ينيموا الشعب من تاني. في النهاية تبون يخشى ما حدث لابن مرات الأسد، ومنش راضي لا يعني انك خاين لوطنك وبلادك. ممكن عادي خالص تكون مش راضي وانت تعشق الجزائر كما لا يعشقها المجرمين والجنرالات اللي بيحلبوها لاخر مليمتر. قام النظام العسكري في الجزائر استغل الحكايه وقال لك الحق، شفت المؤامره؟ جالك منين يا عم؟ الشعب مش راضي، بطل تغلوش. تغلوش دي يعني تتوه الموضوع باللهجه المصريه الدارجه يعني. وطلع تبون رد قال لك دي محاوله افتراس للجزائر. فظيع فظيع تبون في الجمل اللي بينحكي. الأصدقاء ديالي، السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى في قناتنا وقناتكم على اليوتيوب. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة وفي أحسن أحوالكم. الأصدقاء ديالي، إلا كنتوا أول مرة كتشاهدوا القناة ديالنا على اليوتيوب ما تنساوش تشتركوا في القناة، كذلك أخوتي تفعلوا زر ديال الجرس، لايك الفيديو وبارطاجيو الفيديو مع الأصدقاء ديالكم باش تدعمونا ونستمروا في نشر مزيد من المقاطع في هذه القناة. الأصدقاء ديالي، كما عهدناكم في هذه القناة، مقطع ديال اليوم مقطع جديد، مقطع يستحق الدعم والمشاهده. وبلا ما نطول عليكم اخوتي، ندوزو نشوفوا الفيديو جميع. نتوما حكموا، كتبوا لي اسفل التعليقات الاراء ديالكم، ونتلاقاو في نهايه الفيديو. ده اعتراف رسمي من السعودية بالحكومة السودانية الحالية، وبالتأكيد بالجيش السوداني بقيادة البرهان. السعودية غير مسار الإمارات اللي بتدعم حميدتي والدعم السريع. وأصدرت السعودية أول تأشيرة للباحث والأكاديمي السوداني صلاح الدين فرج الله لتلقي العلاج في السعودية. 3 أحداث في الجزائر حابب أتكلم مع حضراتكم عنهم سريعا. إيه اللي حصل ووجهة النظر فيهم. معركة الهاشتاجات في الجزائر ما بين حملة مانيش راضي وحملة أنا مع بلادي، وعلاقة المغرب بالحكاية. قرارات العفو اللي أطلقها تبون عن حوالي 2500 معتقل في الجزائر بمناسبة الكريسماس. وإيه علاقة ده بسقوط بشار الأسد في سوريا؟ وايه قصه الهاشتاجات في الجزائر؟ الامور مشتعله. في الاسبوع اللي فات ده هاشتاجين اكتسحوا في الجزائر، او هاشتاج وبعدين اللجان طلعت هاشتاج. هاشتاج اللي انتشر في الجزائر انتشار النار في الهشيم، في الداخل والخارج وفي كل حته. مانيش راضي، اي جمله عبقريه، عدم رضاء الشعب الجزائري عن المشهد البزراميطي. على طول زي ما حضرتك متعود في الدول الجميلة اللي انت عارفها دي، طلع هاشتاج أنا مع بلادي. دايما يحط إنك لما تتحدث عن مشاكل وإشكاليات تبقى أنت ضد البلاد على طول. مانيش راضي هاشتاج انتشر جدا في الجزائر الأسبوع اللي فات، وبدأت ناس كتيرة قوي تتفاعل معاه. ناس غير راضية عن نظام الحكم وطريقة الحكم، وكون تبون عروسة في ايد العسكر اللي بيديروا الجزائر زي ما تعودوا من خلف الستار. مش مهم الستارة دي تبقى اسمها تبون، يبقى اسمها بوتفليقة، المهم ان هم يديروا المشهد من خلف الستار. الناس مش راضية عن تدخل الجيش في السياسة، واخرين بيشاركوا في مانيش راضي، مش راضيين عن الوضع الاقتصادي ولا على ارتفاع نسبة الفقر في الجزائر، واخرين مش راضيين عن الوضع الحقوقي والاجتماعي. هاشتاج مانيش راضي شارك فيه شريحة واسعة من الشعب الجزائري اللي مش راضي عن حاجات كتيرة جدا في الجزائر، اللي لا تتناسب امكانياتها وثرواتها مع المشهد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بأي حال من الأحوال. ظهر هاشتاج مانيش راضي كرد فعل على الأوضاع السياسية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب الجزائري، وسرعان ما تحول الهاشتاج إلى
تعبير عن الرفض واسع النطاق للوضع القائم القاتم. وقد أثار هذا الهاشتاج ردود فعل قوية من النظام الجزائري الذي حاول بكل الوسائل التقليل من شأنه وتشويه صورته. يا أخي أنت بتعرف رأس القصة، تعرف آخرها، نتيجة أنها متكررة بشكل يعني حقيقة فظيع في الوطن العربي. لا يستحون يتساءلون لما قال بعضهم مانيش راضي. المال المتهرب لا يؤخذ من جيوب الفقراء، استحوا واتركوا الشعب يتنفس قليلا. من علامات سقوط الأنظمة والدول التي تعاني الفساد كثرة الضرائب، قانون المالية 2025، قانون الشر. أغلب دول العالم عانت من الاستعمار والإبادة والاستغلال، لكن الجزائر وحدها تجعل من تلك الفترة مبررا أبديا لكل إخفاقاتها وسوء تدبير مسؤوليها وانعدام رؤية وفساد نخبها العسكرية والسياسية. والله جمل عبقرية. ده عينة يعني. ناس بتقول لك طيب الوقت الهاشتاج ده جوه الجزائر وكلام متعلق في الجزائر، ايه اللي دخل المغرب على الخط بقى؟ الهاشتاج بدأ يتصدر في المغرب، والإعلام المغربي بيتناول الهاشتاج بشكل كبير جدا، والصحافة المغربية مسلطة الضوء عليه وعلى الفيديوهات وكلام الناس اللي بينشر بيه. وانت فاهم ليه طبعا. فقام بعض الصحفيين والمقربين من نظام تبون قال لك هاشتاج مانيش راضي ده ضد الوطن، والاعلام المغربي والاعلام الفرنسي بيدعموا وبيأيدوا، بنتهم المخابرات الفرنسيه اللي هي ورا الموضوع، ودي مؤامره ضد الجزائر. الواحد بقى الكلام ده بيبقى مخليه يعني والله العظيم هقول ايه بس. وطلعوا هاشتاج على طول العسكر بقى في انا مع بلادي، انا مع بلادي اللي هو الوطنيه ملاذ الاوغاد. فاكرين الجمله دي اللي قالها مثقف سعودي؟ والله الوطنيه ملاذ الاوغاد، دمتم ذخرا لنا، انا مع بلادي، تحيا الجيش الوطني الشعبي. اموت واعرف الجمل العربيه التي ابتدعت ما انزل الله بها من سلطان. انا مع بلادي وتحيا عمي تبون وتسقط فرنسا الارهابيه. يا لاوي، على قديمه على قديمه، الانظمه العفنه دي على قديمه. الجيش الوطني الشعبي شرف، التزام ومستقبل. انا مش فاهم لما واحد يقول لي انا مش راضي، تقول لي تحيا الجيش وتحيا ما يحيا الجيش يا عمي، ما يحيا الجيش بعيدا عن المتسلطين والنهيبه واللي بيديروا البلد من ورا الستار، واللي بتحركهم اكتر ناس بتحركهم فرنسا هم النخبه العسكريه والسياسيه، كلهم مرتبطين بفرنسا الا من رحم ربك. المهم ده الهاشتاجين. لحظه مع الثوره السوريه خرج مانيش راضي لحاله سخط عامه، انهيار على كل المستويات. طلع له من اللجان انا مع بلادي. واي حد بقى يكتب على هاشتاج مانيش راضي بيكون خاين للجزائر ومش مع بلاده. دول الايه؟ المنتفعين من تبون واللجان. نفس الطريقه اللي بيتعامل بيها العصابه بتاعت العسكر في مصر ونظام الله سعيد في تونس، اللي بتديروا المخابرات والامن الوطني المصري، اللي بتديروا المخابرات والامن الوطني المصري لحد اللحظه. ضباط المخابرات والامن الوطني دوام كامل طالعين اعاره يا حاجه، اعاره في تونس. فلو انت مش راضي عن الوضع الحقوقي في بلادك انت خاين وعميل وتبع المخابرات الفرنسيه. ده في الجزائر. في مصر تبقى تبع المخابرات الانجليزيه او التركيه مع انها صاحبتنا، او القطريه مع انها بتاكلنا، لكن معلش. الاعلام المغربي التابع للنظام للديوان يعني اصطاد في المياه العكره وبدا يتداول الهاشتاج الشعبي الجزائري عشان يضربوا في تبون، نتيجه انت فاهم اللعبه اللي بيلعبها النظامين، الخناقه اللي ما بينهم واللي حضراتكم عارفينها. مانيش راضي يجتاح الجزائر. بص، وجاب لك بقى ايه؟ مواطن الجزائري والعسكر وبتاع علاش مانيش راضي؟ علاش ما انتش راضي؟ وان العسكر بيطارد اللي بيشاركوا في الهاشتاج وبتاع المغرب. يا عم لا تعيرني ولا عايرك، الهم طايلني وطايلك.
يعني اقسم بالله حاله بائسه، حاله بائسه. طبعا ده الاعلام، انت عارف طبعا ما فيش ولا قناه معارضه ولا صحيفه معارضه من داخل المغرب، يعني كله مركوب، انت فاهم. فده تحرك السلطات المغربيه مباشره وموقفهم من الهاشتاج اللي بيحصل في الجزائر. قام النظام العسكري في الجزائر استغل الحكايه وقال لك الحق، شفت المؤامره؟ جالك منين يا عم؟ الشعب مش راضي، بطل تغلوش. تغلوش دي يعني تتوه الموضوع باللهجه المصريه الدارجه يعني. وطلع تبون رد قال لك دي محاوله افتراس للجزائر. فظيع فظيع تبون في الجمل اللي بينحتها. اللي راه ضامنها يجي يفترسها بسهوله، يفترسها باشطاق ولا يفترسها، راه غلط. ما فيش جزائري ولا جزائريه اللي ما يسريش في دمهم روح المقاومه. بلادهم، ما هي لا بلاد الرئيس ولا بلاد الوزير ولا بلاد دوله مقومتها تاريخيه وغيرها. اذا نكونوا عند حسن ظن، ماهيش ديماغوجيه، ما كويش ديماغوجيه، لان احنا والقلائل اللي احنا في خدمه الشعب، مش الشعب في خدمتنا. اللي على فكره مانيش راضي، يعني عدد رسائل بلا حصر بتاتي من الجزائريين في كل مكان. يعني الناس قالت مش راضي، يبقى مش جزائري ازاي؟ لا شال سلاح ولا خون، بيتكلم انا مش راضي. ما فيش حقيقه فرق بين مش راضي وانا مع بلادي. هو انا لما ابقى مش راضي ببقى مش مع بلادي؟ الجزائريين عموم الشعب الجزائري لا اجنده تابعه لتبون ولا اجنده تابعه للسلطات المغربيه، كل مع بلده، وفي نفس الوقت ما هوش راضي. وده مش سبب ابدا انك تخون اي جزائري، وده اللي بيحاول اعلام تبون يعمله بمساعده اعلام السلطات المغربيه، نظريه المؤامره. الحقيقه اصوات العقلاء واللي بنضم صوتنا ليهم، انا مش راضي عن نظام الحكم العسكري، عايزه مدني. مش راضي على الانهيار الاقتصادي، مش راضي عن اوضاع حقوق الانسان، على الاعتقالات. ده عمره ما يخليك خايف، بل انت كده قال لك كل مره نذكركم ونذكر انفسنا قبليكم حديث الرسول عليه الصلاه والسلام: انصر اخاك ظالما او مظلوما. قالوا يا رسول الله عرفنا كيف ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال لك ترده عن ظلمه، ترده عن ظلمه. اللي يحبك هو اللي يردك عن ظلمك. الجزائر كل يوم فيها اعتقالات لناس بس بتقول رأيها في اللي بيحصل، مش راضية، مستمرة حتى الآن. انما العصابة بتنكر ان عندها اعتقالات سياسية. ايداع الناشط نزاري ايمن الحبس بعد تقديمه يوم الاحد 29 ديسمبر امام محكمة شلغوم العيد. شلغوم العيد، شلغوم العيد. ايداع الناشط حموتان جواد الحبس المؤقت قيد التحقيق، لسه معتقل يوم 22 ديسمبر. اعتقال الاعلامي عبد الوكيل بلام من طرف رجال امن بالزي المدني من امام بيته. الاعتقالات شغاله طول الوقت، والعصابه في الجزائر تقول لك لا 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 ما عندناش اعتقالات سياسيه. يا عم انت زيك زي الكل عندك اعتقالات سياسيه. فاي جزائري حر بقى ما عندوش الحقيقه مشكله في الهاشتاجين، هو مع بلاده ومش راضي، عادي خالص، يعني بتحصل في احسن العائلات واحسن الدول. انما على طول طريقه الحكم في الشرق المنكوب ده، اي حد مش راضي يتحول على الفور الخاين لبلاده. وفي ظل الهاشتاجين، وهاشتاج تحديدا مانيش راضي اللي اكتسح وقلب الدنيا، قام تبون طلع قرار عفو رئاسي بمناسبه بابا نويل. خطوات سريعه. كل ده بعد اللي حصل ايه في سوريا وانهيار نظام بشار الاسد اللي كان بيدعمه جنرالات العسكر الى الرمق الاخير.
قال تبون بقى لنفسه الحق يا تبون. العساكر قالوا له، هو تبون يعني ما بيقولش، هو بينفذ يعني قبل ما الدور يجي عليك، ولا صادق واحد بيتحسس والله العظيم كل حاجه حكايه عامل خطوه تهدئه وفتح صفحه جديده. عفى عن 2500 واحد رغم ان قبلها بساعات اللي تقول له في معتقلين سياسيين في الجزائر، اخرس يا حيوان، جزائر طاهره ومتوضيه. 2500 واحد عفوا عنه. افلح ان صدق. بداية وبمناسبة العام الجديد، قرر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إفادة 2471 محبوسا بإجراءات عفو رئاسي وتدابير تهدئة. قال لك بمناسبة هدايا بقى، مش بابا نويل بيخش بيعدي عليكم بالهدايا وكده وبتاع، كل ده في وقت انتشار مانيش راضي بعد نجاح الثورة السورية، اللي المفروض بيشارك في مانيش راضي ده خاين للوطن. وفي نفس الوقت العفو ال 2500 في اعتقالات على فكرة لحد دلوقتي لناس بتشارك في هاشتاج. لكن تبون عمل اللقطة وقال لك بمناسبة والله ما انا مزعل بابا نويل. مين اللي عفى عنهم؟ معتقل الرأي، اللي كانت الجزائر تنكر انكار عنيف ان عندها معتقلين سياسيين. اذا كان مصر عندها فوق 100,000 معتقل سياسي وبتنكر، تقول لك انا ما عنديش معتقلين سياسيين، عندنا قانون. تبقى عايز تشكر وتجيب اصحابك تشكر ومراتك تشكر وعيالك يشكروا، والله العظيم. بس عفى عنهم، بس دول مش معتقلين سياسيين. قال لك ايه بقى؟ نحتوا جمله جديده، قال لك الافراجات عن المتورطين في جرائم النظام العام. احنا اساتذه في نحت الجمل، والله يحرقوا بطل ولا حاجه اللي علم العالم العربي ان النكبه التي جابت الرؤوس الارض بقى اسمها نكسه. الله يحرقه، والله يحرق اللي اوحى له اللي كان بيكتب له. الله يحرقهم والكل كليله، الله يحرقهم. التالية: عفو كلي العقوبة بالنسبة للأشخاص غير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا والذين تقل أو تساوي عقوبتهم 24 شهرا. عفو كلي للعقوبة بالنسبة للأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين تقل أو تساوي عقوبتهم 18 شهرا. يستفيد من تخفيض العقوبة جزئيا لمدة 18 شهرا الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يزيد باقي عقوبتهم على 18 شهرا ويساوي 30 سنة أو يقل عنها. هي اللي هو بتاعت القصص الخزعبليه دي. قال لك النظام المدنيين في النظام العام. النظام العام ده انا لسه حالا كنت بوريك الناس اللي ممسوكه بسبب الهاشتاج. طبعا افلح ان صدق، والله افلح ان صدق. وخطوه رائعه، خصوصا انها مش في عيد الاستقلال او رمضان زي ما متعودين، لا ده كده اول مره بابا نويل يخش بالسياسه الجزائريه. وده خلى ناس كتير تربط الموضوع باللي حصل لابن مرات الاسد في سوريا. اللي مثير للسخريه ان اسماء معظم اللي شمالهم العفو مش معروفه لحد دلوقتي. وحتى الكاتب المعروف بوعلام صنصال اللي كان محبوس لا احد يعلم في الجزائر. حاولنا يعني بكل ضمن العفو ولا لا، احنا عافينا 2500. طب فين ال 2500؟ انت هتشكك هتعد ورايا؟ انا قلت لك 2500 2500 خلاص. الموضوع كله على بعضه غامض شويه، لكن برضه افلح ان صدق. لكن الحق يعني العفو شمل بعض الاسماء المعروفه زي الناشطه الفنانه جميله بن طويس اللي مشهوره باغاني الحراك الشعبي. خرجت الحمد لله على سلامتها جميله بن طويس. العفو الرئاسي بينهم فنانه سجنت بسبب اغنيه. بس احنا ما عندناش معتقلين سياسيين. ومطالب بان تشمل تدابير التهدئه جميع المعتقلين. طب ما بنقول يا جماعه هو لازم رؤوس تطير وناس تقع عشان احنا نتحرك؟
ومن الاسماء المفرج عنها لحد ما ذكروا حقوقيين سفيان حمدات وايوب عزاوي وسليمان صولي وجميله بنت ويس، وهم متابعون في قضايا منفصله تتعلق بالنشاط على مواقع التواصل وغيرها. وتبرز جميله بنت ويس التي اخذت قضيتها نصيبا معتبرا من الاهتمام الاعلامي خلال الاشهر الماضيه. لازم الدنيا تتهد عشان دول يتحركوا. ويتحركوا ليه؟ عشان ينيموا الشعب من تاني. في النهايه تبون يخشى ما حدث لابن مرات الاسد. ومن راضي لا يعني انك خاين لوطنك وبلادك. ممكن عادي خالص تكون مش راضي وانت تعشق الجزائر كما لا يعشقها المجرمين والجنرالات اللي بيحلبوها لاخر مليمتر. اصدقاء ديالي وصلنا للختام ديال الفيديو. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم خليو واحد لايك واشتراك في القناه. كذلك اخوتي فعلوا الزر ديال الجرس، بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم باش تدعمونا ونستمروا في نشر مزيد من المقاطع في هذه القناه. غادي نهضروا شويه على الماتش ديال المغرب الفاسي ضد فريق الوداد الرياضي، واللي تعرض فيه فريق الوداد الهزيمه. صراحه هزيمه كانت مذله للفريق، خصوصا وان فريق الوداد الرياضي هو اللي كان مستقبل. كنعرفوا ان الماتش فهو شهد طرد منذ الدقائق الاولى من الشوط الاول في صفوف فريق الوداد، وهذا الشيء اللي اثر صراحه سلبا على مردود ديال اللاعبين. يعني اللاعبين داروا واحد الشوط الاول كان ممتاز، ولكن في الشوط الثاني ما عرفتش صراحه. انت الخطه ديال المدرب فهو كيتحمل المسؤوليه ديال هذه الهزيمه الكبيره. ما عرفتش كيفاش فريق يعني فريق الوداد كان هو السباق في التسجيل، يعني كان متقدم بهدف ل0. كان ممكن انه يبدل الخطه ويرجع يعني يحافظ على ذاك الهدف، وعلى الاقل يخرج باقل الاضرار، اما يعني يفوز بداك الهدف ل0 او يقدر يتعادل بهدف لهدف. ولكن الصراحه هو فايز ب1-0 وخارج قال لك يضغط على فريق المغرب الفاسي وب10 ديال اللاعبين، وهذا الشيء اللي اثر عليهم. وصراحه شفنا في اخر الدقائق استطاع المغرب الرياضي الفاسي باش يسجل يعني 4 ديال الاهداف. يعني 4 ديال الاهداف صراحه شوارع كانت في صفوف فريق الوداد الرياضي، وهذا الشيء جا يعني صراحه الخطه صراحه كيتحملها المسؤوليه ديال المدرب، هو اللي كيتحمل المسؤوليه ديال. يعني كان ممكن يوقع عليه الطرد، كان ممكن يدير شونجمون، يعني يلعب اقل اضرار، يستغل الفرص اللي يتاحوا ليه، لان 10 لاعبين صعيب باش انك تجاري ماتش كامل ب10 ديال اللاعبين ضد فريق ب11 لاعب. نتمنوا ان شاء الله كل التوفيق لفريق الوداد الرياضي في المباريات القادمه. ما بقى لي اخوتي الا نودعكم، نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله.